رخيصة جدا ومالية السوق. انا بجد فرحت قوي لما نزلت اجيب خضار ولقيتها بالسعر ده. نزلت جبت شوية وقلت لازم 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 افرزهم. بصراحة الحاجة غالية جدا والخضار غالي وما صدقت لقيت حاجة رخيصة افرزها في الفريزر. يلا بسرعة نفرز شوية فاصوليا كده. انا جايبة كيلو ب15 جنيه. من قريب كان الكيلو ب20 وب25 وكمان كان وصل ل30. اول ما قال لي ب15 جنيه بصراحة جبت 2 كيلو. وانا كنت جايبه كيلو من اسبوع، يعني دلوقتي 3 كيلو. فرزت كيلو وادي 2 كيلو كمان. كل ما انزل اجيب ايه شويه اقوم مفرزاهم. يلا بقى بينا كده شويه حلوين كده نظبطهم ونقطعهم كده الحجم بقى اللي انت عايزاه. تنضفيها كويس جدا براحتك بقى. عايز تغسليها الاول تنضفيها الاول براحتك انت، كل واحد وطريقته. هقولك على طريقه حلوه قوي تخزني بيها. وعايزه اقولك طريقه تحفه والله العظيم بخزنها بالسنين. وناس كتير في الفيديو الاولاني قالت لي لا ما بتطلع مش حلوه. انا عايزه اقولك ان انا هطبخها لك وهعملها لك قدامك وتشوفيها عامله ازاي. والله العظيم تحفه تحفه. اعتمديها وشوفيها واعتمديها بجد هتعجبك جدا. ولا بقى يعني بتجلد ولا اي حاجه. انت هتطبخيها والله العظيم اكنك جايباها لسه فريش، كأنك لسه جايباها النهارده. اقولك بطريقه سهله قوي تفرزيها وتفرزي منها كميات حلوه قوي وبطريقه حلوه قوي وبجد هتعجبك. هنا بقى جبت شويه كده وقعدت بقى انا والعيال بصراحه نقطع بالشكل ده. هنا بقى غسلتها وحطيتها في مصفى. اهم خطوه يا جماعه في التفريز لما تيجي تفرزي في اي خضار لازم 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 ينشف خالص. يعني بصي الميه ما تكونش فيه اي نقطه ميه، دي اهم حاجه اهم خطوه. ان انت تنشفيه او يعني تصفيه كويس جدا. انا غسلته وسبته بقى شويه كده حلوين لغايه بقى ما اتغدينا وسبته يتصفى كويس جدا. هنا بقى هعبيه في اكياس زي ما انت شايفه كده، اكياس صغيره. انا بصراحه يعني تقريبا ال2 كيلو دول عملوا معايا يمكن 8 اكياس. انا بحط يمكن تقريبا ربع كيلو في كل كيس تقريبا بالوايم كده يعني، بس تقريبا ربع كيلو ربع كيلو شويه كده يعني. المهم عملوا معايا 8 اكياس. عايزه انت طبعا العدد اكبر عندك. انا طبعا عشان ما فيش الا انا وجوزي بس اللي بنحبها، العيال ملهاش في الخضار قوي، فايه بعمل يا دوبك على قد ايه على قد الاكله. ربع كيلو كده يعني يا دوبك كيس صغير طبق صغير يعني وخلاص. تمام تمام. لان ده حاجه وحشه قوي ان الاطفال ما يبقاش ليهم في الخضار، بس يلا الحمد لله. بصي بقى يا ستي انا هنا اهم حاجه ان انت تخرجي الهواء منه جامد جدا وتدوسي عليه حلو قوي وتخرجي الهواء منه زي ما انت شايفه. بصي الكيس ما فيهوش نفس، تدوسي عليه اول لغايه ما تخرجي الهواء منه وبعد كده تربطيه وبعد كده حطيه في الفريزر وبألف هنا وشفا. عايزه اقولك والله الطريقه دي تحفه. اعمليها الاول وبعد كده قولي رايك. ما تقوليش رايك الا لما تجربيها الاول. وادعيلي واديني لايك.